السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. هتعملي ايه النهاردة يا فاطمة؟ زي ما انتوا قلتولي كده، باب الحمام لازم شكله يتغير وكده. أنا سألت على الأسعار، صراحة لقيت الأسعار غالية، فكلمت النجار، فالنجار قال لي ايه، هاتي 2 وش وانا هغير لك من شكل الحمام او باب الحمام وخليهولك جميل جدا. ف لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك وتعالي شوفي كده انا جبت ايه. وطبعا انا مستنيه النجار علشان خاطر يعمل لي. جبت الاوكر ديت بتاع باب الحمام، وليها تكه كده ايه من الداخل بالشكل ده، ودي الطبله برضو من الداخل. هيركبهم لي وان شاء الله الشكل يعجبكم باذن الله. ده ايه يا فاطمه؟ دي المسامير. تمام، جبت المسامير وكمان اهو دي الشكل التاني دوت اللي هي من الخارج. وجبت له غيره وجبت حاجات، هو جبت علبة غيره اهوت. هنشوف بقى الحاجات اللي هو هيعملها، هنركنها ونستنى مع بعض. تعالوا شوف كده الحاجات اللي انا اشتريتها. جبت له الخشب دوت علشان هيعمل حشو للباب. تمام. والوش اهو دول 2 وش، يعني الاتنين دول اتنين، واحد من قدام واحد من الخارج يعني. الوشين دول هيتركبوا لباب الحمام. تعالوا كده نشوفوا الحمام شكله عامل ازاي. ولعت لكم النور اهو زي ما انتم شايفين. ودي اوضه الاولاد. ده كان الفيديو ده قبل ما اروق لهم الاوضه زي ما انتم شايفينه كده. محمد ابني قاعد بيصلح الكهرباء زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات. كان السلك ضرب قفله المشترك، فهو حب بقى ايه يعمل فيشه تانية. دي شكل الصالة، ونستنوا بقى لما يجي النجار عشان يجي يغير لنا شكل باب الحمام. نخش بقى على المطبخ ونشوف الحركات والتكات والدنيا اللي تضرب تقلب موجودة فيه. هنلم كل الحاجات بتاعتنا كده وننظف المطبخ بتاعنا. قولوا لي كده ايه رأيكم في الإضاءة والتصوير؟ يا رب يكون أحسن من الأول وكده، ان شاء الله يعجبكم. تمام بقى. كتير بقى قال لي فين الرخامه اللي انت قلتي عليها وتركيب الرخامه. والله الرخامه طلعت مقاسها كبير جدا، وبتاع الرخام كل يوم يقول لي مثلا بكره بعده هيجي لسه هيشوف المقاسات اللي موجوده عندي واللي موجوده عندها في الرخامه. تمام. لو الرخامه مناسبه ونفس المقاس وهيقدر يتصرف فيها ويعرف ان هو يركبها لي، ادينا مستنيين فرج ربنا. تمام. ما كانش كده بقى ايه، والمقاسات طلعت مش مناسبه مع المطبخ بتاعي. فطبعا لو هي كبيره خساره ان هي تتكسر وتبوظ. فانا بفكر في فكره، واكتبوا لي في التعليقات. الرخامه جميله جدا ونوعها من النضيف، فانا قلت احتفظ بيها لمحمد ابني يبقى ياخدها في شقته. ادام هي كده كده مدياني هديه ومش هينفع تتركب عندي في المطبخ، فانا قلت اركبها عند محمد. فانا بالنسبه لي اتعودت واتربيت ان انا ابدا حياتي واحده واحده. فالنهارده اللي انا جبته حاجات بسيطه مش مشكله، اصبر بيها واستند عليها لغايه لما يجيلي الاحسن والاحسن. دي تفكيري. فاكتبوا لي في التعليقات قولوا لي هل ده كده ولا ايه. طبعا هنا شروق كانت جت وانا بغسل المواعين بتسلم عليكم وبتقول لكم اعملوا لايك، وقعدت تحكي معايا وقالت لي يا ماما ابعدي انت وانا هغسل المواعين. قلت لها لا خلاص، انا هما طبقين كده انا هخلصهم ونخلص المطبخ وكده. ربنا يفرح قلبهم ويرضيهم ويسعدهم يا رب بعزتك وجلال وجهك الكريم. نخلص الكام طبق اللي معانا دول واحنا قاعدين. بصوا بتقول لكم اعملوا لايك، اعملوا لايك. يا اختي البنات كبرت بسرعه وعجزونا كده. كان الواحد بيشيلها على كتفه كده وعلى دراعه وقعد العبها. كانت هي وجنى من عمرهم يعني قريب من بعض. جنى تقريبا اكبر منها بشهور. اه والله. فسبحان الله العظيم. ربنا يبارك فيهم يا رب ويفرحهم وقبل ما تفرحوا باولادكم. المهم اكتبوا لي بقى في التعليقات التفكير ده صح ولا لا. يعني هي رخامه حلوه وخامتها كويسه ونوعها حلو، فان الراجل هيقطع منها ويبوظ منها علشان يحطها عندي؟ خلاص يا بنت كفايه بوز بقى. فانا قلت خليها لمحمد ابني. هي جميله جدا وان شاء الله هبقى اصور لكم باذن الله. وادعوا له، ادعوا محمد ربنا يكرمه ويفرح قلبه ويرضيه يا رب. تمام. نخلص بقى الحوض بتاعنا ده عشان نعمل الغدا بتاعنا ونشوف هنعمله غدا ايه النهارده وندلع الاولاد النهارده ان شاء الله. فلسه ما عملتوش لايك، يلا بسرعه اعملوا لايك. طبعا شروق طلعت لهبه قضيت اليوم معاها مش عارفة أو باتت معاها. ربنا يخليهم لبعض ويفرح قلوبهم ويرضيهم ويسعدهم. الفيديو ده كنت مصوراه والله من
من يومين، بس انا ما كنتش قادره ان انا اسجل لكم عليه واكلمكم وكده، فمش هينفع بقى اسيبكم من غير فيديوهات، فقلت انزل لكم عشان اسمع ارائكم. انا اعمل ايه يعني في الموضوع دوت بنسبه التفكير اللي انا قلته لكم. وكده كده بتاع الرخام لسه ما جاش، عمال يقول لي بكره وبعده، وفي نفس الوقت بتاع النجار برضو ما جاش. تمام. فانا اشتريت الحاجه وركنتها عقبال ما ربنا يسهل النجار يكون فاضي. كلمته النهارده وعلى كلامه بيقول لي ان هو هيجي يوم السبت، فان شاء الله مستنيين النجار عشان يجي يعمل باب الحمام ويغير شكله ويركب كل الحاجات اللي انا اشتريتها ديت. طبعا كنت جايبه نص لحمه زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا ايه نغسله كده ونحضر الغدا بتاعنا. امشي يا بوسي، ما ينفعش كده. متابعيني بيتضايقوا من الحته دي، يا بوسي ما تجيش جنبي. وجبت طماطم، جبت 2 كيلو طماطم زي ما انتم شايفين كده. وجبت ايه تاني يا فطومه نركن كده على جنب. وكمان جبت ده صابون مواعين سايب، جبت 2 كيلو. والله العظيم ب20 جنيه صابون مواعين، ب20 جنيه صابون اسمه ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، برسيل جيل. وجبت كيلو كرور او 2 كيلو كرور. تمام. نشيل بقى الحاجات بتاعتنا ونجيب ازايز عشان نفضي الصابون السائل بتاع المواعين والبرسيل الجل والكرور. وزي ما انتم شايفين الحوض كده دايما بيغرقني ميه وبيبهدلني. فان شاء الله ربنا يسهل الحال واللي جاي يكون احسن بعزتك وجلال وجهك الكريم. جبت بصلتين، انت مش هستخدمهم طبعا كلهم، هي واحده بس ان انا هقلي بيها التسبيكة، والتانية هنعمل بيها الشوربة بتاعت اللحمة. انا علقت على المية عشان اللحمة ايه تتسلق بتاعتنا. ده اليوم اللي انا دايما بعمله، باجي من الشغل على كده على المطبخ احضر الغداء اول حاجة، او ورايا مواعين اغسلها، وفي نفس الوقت ممكن ان انا اشغل الغسالة وانا بعمل الاكل. يعني ببقى الغسالة شغالة وايدي على الغداء وايدي في المواعين زي ما انتم شايفين. هو ده يومي. ناس كتير بتسألني انتي بتشتغلي وازاي بتقضي يومك وازاي بتعملي ايه في بيتك وازاي بترتبي حياتك. هي ده حياتي. ان انا افكر اجدد ايه، اعمل ايه. افكر النهارده ان شاء الله انا عملت كذا، يبقى بكره باذن الله هنعمل كذا. فكل حاجه تبقى متنظمه كده، فكله بيعدي. تمام. حطيت البصله زي ما انتم شايفين ومعلقه على اللحمه. لا دي الميه لسه بتغلي. هنزل باللحمه، كنت انا غسلتها وحطيتها في المصفى تتصفى. ان كان فراخ او لحمه بحطها في المصفى تتصفى بعد ما اغسلها، على اساس ما يبقاش فيها ميه خالص، تنزل كل اللي فيها. حمرنا البصله بتاعتنا ونزلنا كمان عليها بحته تومه شوحناها. نزلت بالطماطم بعد ما صفيتها. تمام. الحله الفاضيه دي اللي هي الموف دي هنعمل فيها الرز. حطيت بقى شويه بابريكا، احط شويه ملح، احط شويه فلفل اسمر، ونسيب الطماطم تتسبك كده تسبيكه. تمام. من الملح اهوت، وكمان نحط شويه سكر كده ايه صغيرين. والبرطمان ده خلي بالك عايز يتغسل يا فطومه، ها نسيتيه انتي من على الكعباله، حطيت السكر اهو. مع التوضيب وكده نسيت تغسلي برطمان الملح، يا تغسلي البرطمان الملح ده يا ترميه، مش عايزه اشوفه بالمنظر ده تاني. اه والله ما انا زيكم لما باجي اسجل على الفيديو بشوف زي ما انتم بتشوفوا كده بالظبط، بشوف عيوبي. اه والله. فانا من الناس اللي بحب انتقد نفسي واقول لنفسي خلي بالك انت عملتي كذا. دلوقتي احنا خدنا ايه، الطبق ده كان فيه بصلايه طماطمايه ورق لوري حبهان. حبهان ايه يا مستيكه. واخدين بالكم بقى بهارات شوربه وكل الحركات والتكات دي حطيناها في اللحمه بتاعتنا. بعد ما حطينا اللحمه خدت لها غلوه وبصينا عليها ما لقيناش فيه ريم في قلب الشوربه، فنزلنا بالبهارات والحاجات بتاعتنا ديت. الشعريه دي من قطر، هي الهدية يا بنات. تمام. هنحط شوية شعرية عشان نعمله شوية رز حلوين كده جنب الطبخة بتاعتنا. يا رب يعجبكم الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك. كل البنات الحلوة اللي بيقولوا لي مبروك اقول لهم الله يبارك فيكم ويفرح قلبكم ويرضيكم. تمام. وكمان في متابع جميل جدا اسمه آدم، حبيب قلبي يا آدم، ربنا يفرح قلبك ويرضيك. ويا رب تكون ماما شافت الفيديو للآخر وأنا بنادي عليك يا آدم بقول لك حبيبي شكرا ليك إن أنت بتتابعني وهفرح بيك جدا وأحبك جدا يا آدم لو سمعت كلام ماما و... وتعيتها. فربنا يكرمك ويفرح قلبك ويوفقك يا حبيبي.
تمام، بيبقى حاجة جميلة جدًا، وبابقى سعيدة لمّا يقولوا لي عندِك متابعين صغيّرين بيحبوكِ يا فطومة، فأنا باحبكم في الله كلّكم كده على بعضكم، أنتِ وعيلتي حبايبي، ربنا يفرّح قلوبكم ويرضيكم. الرز بقى شوّحناه تشويحة كده جميلة حلوة زي ما أنتم شايفينها كده، وحطيت عليه الملح، تمام، واحط عليه شوية فلفل أسمر بالشكل ده كده، وادّي له بقى إيه تشويحة لغاية لمّا تسمعي صوت الرز كده يعمل صوت في الحلة. تمام، يبقى رز كده مفلفل وجميل. ايه تاني؟ لو الشوربه غليت هناخده من الشوربه، مش الشوربه غليت هناخده الكاتل فيه ميه سخنه وننزل بيه بالطريقه ديت ونقلب بالشكل ده كده. انا دايما متعوده اقيس الرز بالمعلقه زي ما امي كانت بتعمل بالظبط. تمام، لو المعلقه مالت يبقى لسه عايز شوربه، يزود يعني. فاحنا هنزود كمان شويه ميه، بصوا ثبتت المعلقه كده تمام. نسيب بقى الرز بتاعنا يستوي. عندي بقى كيس بامية يا عيني كان مركون في قلب التلاجة، فمش هنستخسر فيهم حاجة هعمله بصراحة، يعني كنت شايلاه لرمضان فيا عالم، خلينا ناكله دلوقتي وبعدين كل واحد يجيب رزقه. تمام، بدأ في شوربة اهو، الشوربة استوت، هنحط بقى شوربة على التسبيكة بتاعت البامية، ونسيب البامية بتاعتنا تستوي. ولما تقرب تستوي ندق فصين توم وقرن فلفل احمر وننزل على البامية، تاخد لها غلوة نقفل عليها، نهوي الرز كده ونقلبه كده. تقلبه ايه دي فاطمة بتحط الاكل؟ خلاص، محمد ابني جعان فانا هحط له الاكل بتاعه، وكمان محمود رايح المعهد، فهنبدأ نحط الغدا بتاعنا اهوت. حركاتك وتكاتك يا فتوم، بعمل لهم اشكال واطباق كده ايه جميلة. تمام، هحط لهم الباميه زي ما انتم شايفين. اللحمه كان قاعد عليها حاجات بسيطه تستوي، بس هحطها لهم برضو يشدوا بقى زي ما هم عايزين، المهم ياكلوا وبعد كده يحلها ربنا. ده كان فيديونا النهارده، يا رب يعجبكم يا بنات، ولسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، وقولوا لي في التعليقات تفكيري في موضوع الرخامه مظبوط ولا ايه. تمام. في ايه تاني يا فاطمه هتعمل ايه؟ هجيب صينيه علشان نحط الاكل بتاعنا، طبق سلطه معتبر، الرز والباميه والشوربه باللحمه، فهحط لهم يتغدوا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.